مساء الخير، مساءكم سعيد. طيب وش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. رمضان كريم وصحة فطوركم، صحة رمضانكم، وربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب. وربي يهنينا إن شاء الله نكملوه بالصحة والهنا، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. في فيديو اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة خفيفة ظريفة، بما أنه شاركت معكم طاجين الحلو بأنواعه، سواء لحم الحلو ولا طاجين الحلو. حبيت اليوم نشارك معكم هذا الديكور اللي جا بزاف باهي وجا ثاني بنين بزاف بزاف. يبقى جربته اليوم وكيعجبني قلت ولا غير نشاركه معاكم حتى في فيديو هكا خفيفه ظريفه. المهم اللي دخلت معايا اول مره تشوفي قناتي نقول لك ما تنسينيش من الاشتراك تفعيل الجرس اكيد اذا عجبك المحتوى تاع القناه. واول حاجه راح نبداو بها هي عجينه اللوز اللي نحتاجو فيها كيلة تاع لوز مع نص كيلة تاع سكر. لهنا كيلة السكر انا ديما ندير نص كيلة، ما نحبهاش حلوه بزاف. تقدروا ديروا كاس غير ربع ولا كيلة غير ربع ولا كيلة كامل كيما تحبوا. هي القاعده تقريبا تاع عجينه اللوز تقول كيلة لوز مع كيلة تاع سكر، مي انا نحب ديما نقص. لهنا لازم تعاودوا ترحيوها في الاشوار، سورتو اذا كانت الكيلة تاعكم كبيره، يعني اذا استعملتوا كونتيتي كبيره لازم تعاودوا ترحيوها باش يتجانس هذاك السكر مع هذاك اللوز ويجانسوا مع بعضهم يعني ويجيو مرحيين مع بعضهم. المهم لهنا رحيتهم في الاشوار. دوك نعاود نعت لكم القوام تاعهم. شوفوا بعد ما ترحاو مالغري انا اللوز تاعي راني نشريه مرحي، واللي تحب ترحي اللوز تاعها ثاني تقدري تعطيك نفس النتيجه. هذا هو القوام تاع اللوز تاعي. ولهنا راح نضيف له انايا للون هذا ما كان درت له على راس المغرف كولورون اورانج، وزدت له لهنا لاروم تاع المشماش، يعني فيها اللون وفيها الذوق. وراح نلمها بالماء ودرت له شويه تاع الماء الورد. تقدري تلمي بالماء تقدري تلمي بالسيرو، عندك الاختيار كما تحبي. لهنا بالنسبه لي لمو بالماء ما تلوحوش بزاف بيسك اللوز راهو يخدع، يعني لو كان قدرت تلوحي بزاف تجري لك ومهم تزيد لك لاباط. كيما انا هذه الكميه هزت لي 2 ملاعق تاع اكل، هذا ما كان جات سوا سوا. بالنسبه للعجينات تقدروا تحتفظوا بها هكا في صاجي في الثلاجه، وقت ما حبيتوا يعني في نهار ولا نهارين وتجبدوها وتخدموها حتقعد معسله تجي يعني قوام تاعها هايل، وتبداي تخدمي بها ولا تخدمي بها مباشره. انا لهنا يمكن هذه الوصفه بديتها على الخمسة ولا ليه وجدت لي وراني ندير في المونتاج باش نشاركها معاكم. بالنسبه للحبات تاع اللوز ولا عجينه اللوز كنت وزنتهم 30 غرام. وهذا العجينه اللي هي قمر الدين اللي كنت شاركتها معاكم في فيديو سابق، قمر الدين اللي هي مشيمشه مجففه. بصح هي مرحيه ماهيش حب، يعني مشيمشه مرحيه مجففه. لهنا اذا ما توفرت لكمش قمر الدين تقدروا تعوضوها بمشيمشه عاديه، يا اما تفوروها ولا ديروها كجافه كما تحبوا. لهنا انا كنت قمر الدين حشيتها باللوز ومن بعد درتها كحشوه داخل عجينه اللوز. وبالنسبه للتشكيل تاع حبه المشمش من اسهل ما يكون، راح نكوروها لهنا ونعدلوها يعني تجي هكا كره يعني. نثقبوها من فوق باي اداه، تقدري حتى ديري غير بيدك هذا مكان ولا بكوردون هكا تاع الشوا يكون شوي خشين. ونقصها ماشي نقصها كيما نقولوا نطراسيها على الجنب، مين نطراسيها مليح هنا بالظهر تاع السكين ولا بالكوبات كيما تحبي. راح نعاود معكم حبه واحده اخرى. تحكموا قمر الدين هذيك طبسطوها تحشوها باللوز. انا حبيت انه اللوز يكون هكاك حب باش يجي كيما القوام يعني تاع المشماش الحقيقي. عاودت قفلت عليه القمر الدين وليت حطيتها هو كحشوه داخل عجينه اللوز. كما راكم تشوفوا راني نكور فيها مليح ونحاول اني نبلاطيها على الجانب، ندير فيها هكا ثقب ونعاود نقص هكا على ظهر السكين على الجانب. نحاول اني نسوي الشكل تاعها. المهم عينكم ميزانكم. شوفوا المشمش من اسهل الفواكه. ولهنا في هذا الفيديو راح تديو يعني زوج وصفات في وصفة. انا شاركتكم كديكور مي هو تقدروا تستعملوه كحلوة ان شاء الله تحتاجوها في العيد. لأنا حاولت اني نبدل لكم نعطيكم فكرة اخرى للحشوة اللي ما توفرت لهاش قمر الدين. ها هي تجيب مشيمشة تقصها في النص ولا تحلها في النص وتحشيها باللوز وتعاود تغلق. ما عندكمش مشيمشة تقدروا ديروه معجون المشمش سواء المشري ولا المخدوم في الدار، تعاودوا تغلقوا عليه عجينة اللوز وتحلوا ديري فيه ثقب وتحاولي تطراسيها على الجانب. هذا ما حبات المشمش لهنا تكونوا درتوا النص في الخدمه والنص راح يرجع للديكور. لهنا جبت كولورون بودره
استعملوا اي كولور نتوما تحتاجوه. انا موالفين يعني تستعملوه. انا نستعمل هذا لا مارك مكتوبه بالعربيه فروكتا و نورمالمون فروكتا ولا. المهم ماركه هذه شريتها انا من الجزائر كي جيت اخر مره، كنت طلعتها معايا. جبت لهنا بابي سويتو، بليتو ونغطسو في الكولورون بهذه الطريقه، ونعاود يعني نطبطب على هذوك الحبات برك حتى نكتسبوا اللون. بس انا سجلت المقطع الاول وما فهمتش، كنت انا كنت تبالي بلي راني نسجل ولا ما كنتش نسجل. بصح معليش، انا درت الكوش الاولى ودوكا راح نزيد معكم الكوش الثانيه. وهذه طرجه يعني عندكم ميزانكم نتوما، حبيتو ديروا دو كوش ولا ديروا فرد كوش. المهم هذا هما المشيمشات دوكا بداو يبانوا. هاي كيما يقولوا هذاك المشمش اللوزي شوفوا سبحان الله جا شكله هايل. نتوما قولوا جبتها ولا ما جبتهاش، يشبه المشمش ولا لا. ودوكا كلمسه اخيره، هو كل ما زدتوا تفاصيل كل ما يزيد يعطيكم المنظر الحقيقي. يعني هنا جبت كاكاو خلطته مع شويه تاع الماء، درت فيه بانسو هنايا ولا هنايا في مهم في بانسو هكا، ونعاول اني نضغط باليد باش نرشهم. انا هذا جاي رقيق بزاف ما عطانيش الاخر، جبت واحد اخشن منه يعني ريشاته هكا. المهم اللي هنا تولهو ما كيما نقولوا حنا جست برك يتبل، باش كي ترشوها دير لكم رشات هكا خفيفه. نزلت شويه تاع كاكاو، اللي ما عندهاش كاكاو ثاني تقدري ديري كولورون مارون. انا حاولت اني نتفادى لي كولورون قد ما نقدر، قلت مادام لونتها بالكولورون خلينا ندير الكاكاو. شوفوا كيف يزيد فيه في جماليته، يجي ابها وابها. المهم هذا هو الشكل تاع المشمشه تاعنا. ودوكا بقى لنا نروحو نزيدو نديرو لها الاوراق. الاوراق تقدروا ديروهم بعجينه اللوز يعني باش تكون حاجه تتكل، ولا ديروه بعجينه السكر كيما درت انا عجينه السكر. وحتى عجينه اللوز كاينه اللي قابله للاكل يعني وبنينه في المذاق تاعها. المهم لهنا انا كنت درت شكلت هكا باليد برك شكل كشغل تاع ورقه، وحطيته في هذا الطابع باش نطبع هذوك من تعصيها. وجبت هذه الاداه باش نشرشفها هكا على الجانب بهذه الطريقه. المهم الفيديو راهو شارح نفسه. هذا ما كان. شوفوا عجينه اللوز عجينه السكر كي تكون مليحه تطوعكم وتعطيكم شكل باهي. راح نحطها في النص ونحاول اني ندخلها بالاستعانه بهذيك الاداه، والورقه نشكلها كما حبيت. مام الاوراق تقدروا تخدموهم يامات قبل، واذا كان فيها البيكتين باش ليه تشيح لكم. انا العجينه السكر تاعي جديده يعني قلت هكاك طريه بصح ما يعني ما قلقتنيش. كخطوه اخيره لهنا راح ننفض هذاك النشا كامل بالريشه هذه. لهنا تقدروا ثاني تزيدوا تعاودوا تكملوا تلونوها اساك ثاني باش تعطي شكل مليح للورقه وتكون قريبه للطبيعي. كل ما زدتوا فيها شويه تاع المارون ولا فير بيستاش. المهم تدرجات تاع الالوان، ومن الاحسن تكون تلوين اساك يعطيكم نتيجه احسن واحسن. ولهنا كنت زدت لها هذا العرف كيما هكا. شوفوا المشمشه تاعي تبان قريبه بزاف للحقيقه. المهم هذا هو الشكل تاع المشمش تاعي اللي شاركته معكم. قلت لكم تقدروا ديكوريو به طاجين ولا اي يعني حاجه هكا تحبوها، ولا خبيوا الوصفه للعيد ان شاء الله وديروا هكا سليله تاع فواكه ديال الله الله. وكما قلت لكم مشمش من اسهل الفواكه هو والايجاص التفاح، هذو سهلين وتقدروا تجيبوهم هكا قريبه للواقع والحقيقه. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. وكما قلت لكم اللي عجبها ما تنسونيش من جام واشتراك وتفعيل الجرس، المهم وبارطاج مع اصدقائكم واحبابكم باش تكبر العائله تاعنا. واكيد انا نتشجع باش نزيد نحط لكم جديد وجديد. وما بقى لي غير نقول لكم صحه سحوركم وتبقوا على خير، ونتلاقاو في فيديوهات لاحقه ان شاء الله. سلام.